سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية المباشرة التي نوافيكم فيها بآخر مستجدات الساحة الوطنية. وفي تفاصيل النشرة، بين أسوار القصر الملكي العامر بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم جلسة عمل رفيعة المستوى وضعت تحت مجهر التتبع مشروعا استراتيجيا متكاملا، ويتعلق الأمر بالمركب المينائي والصناعي الجديد الناظور غرب المتوسط. هذا اللقاء الذي يأتي في سياق الرؤية الملكية المتبصرة يرمي إلى تعزيز موقع المملكة ضمن سلاسل القيمة الدولية عبر تشييد صروح المينائية عصرية تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتجعل من المغرب قطبا لا حيد عنها في خارطة التجارة العالمية. وخلال هذا العرض كشف السيد فؤاد البريني رئيس مجلس الإدارة عن تقدم ملموس في الأشغال، مؤكدا أن هذا الورش يمثل الامتداد الطبيعي لقصة النجاح التي سطرها ميناء طنجة المتوسط لبناء منظومة لوجستيكية متناغمة. لغة الأرقام تعكس ضخامة الرهان، حيث استقطب المشروع حتى اللحظة استثمارات ناهزت 51 مليار درهم مع استكمال كلي للبنية الأساسية من كواسر أمواج وأرصفة طاقية. كما أعلن عن دخول محطات الحاويات حيز الاستغلال تدريجيا بدءا من الربع الأخير لهذه السنة. ولا تقتصر أهمية الميناء على الشحن فقط، بل يبرز كدعامة للأمن الطاقي باحتضانه لأول منصة وطنية للغاز الطبيعي المسال بقدرة 5 مليارات متر مكعب سنويا، تضاف إليها سعة تخزينية هائلة للمحروقات مما يكرس استقلالية القرار الطاقي للمملكة. وفي الشق الصناعي، فتحت المنطقة اللوجستيكية الممتدة على 700 هكتار أبوابها للاستثمارات الدولية بجذب قرابة 20 مليار درهم في مرحلتها الأولى، مما يبشر بآفاق تشغيلية واعدة. وفي ختام هذا الاجتماع أصدر العاهل الكريم تعليماته السامية لضمان انطلاقة مثالية للمشروع، مع التشديد على ضرورة تكوين وتأهيل الشباب ليكونوا هم المحرك الأساسي لهذا القطب، وضمان استفادة الأقاليم المجاورة من ثمار هذا النمو في إطار تنمية مجالية شاملة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية نشرتنا، شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء في مواعيد إخبارية لاحقة.